السلام عليكم وأهلا وسهلا بجمهور الدم والذهب. خبر صادم في مركب حسان بالخوجة. رودريغيز وساس خارج حسابات الفريق الأول بعد قرار صارم من الإطار الفني بإنزالهما إلى فريق النخبة. شنو السبب؟ وشنو الرسالة؟ وشنو تأثير هذا القرار على الترجي في الموسم الجديد؟ خليكم معايا نحلل الموضوع من جميع الزوايا. الثنائي رودريغيز وساس كانوا في الموسم الماضي من بين الأسماء اللي راهن عليهم الترجي، لكن للأسف أداءهم كان بعيد عن المستوى المطلوب. ومع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد لاحظ الإطار الفني أن هناك استهتارا واضحا، غياب للجدية وسلوك غير احترافي من اللاعبين. النتيجة؟ قرار صارم، إبعادهما عن المجموعة الأولى وإلحاقهما بفريق النخبة. هذا القرار ليس تقنيا فقط، بل يحمل رسالة واضحة للجميع. في الترجي الذي لا يحترم القميص لا يلبسه، الإدارة والمدرب لن يقبلوا أي تهاون، خاصة بعد موسم كان فيه تذبذب على مستوى النتائج والانضباط. والجمهور نفسه تعب من بعض اللاعبين اللي ياخذوا الفرصة لكن ما يعطيوش مردود محترم لا فنيا ولا سلوكيا. الترجي اليوم يحضر لتجديد دماء الفريق وبناء مجموعة تقاتل على كل جبهة محليا وقاريا، ومثل هالقرارات تعتبر ضرورية حتى تستقيم الأمور من البداية. هل هي نهاية رودريغيز وساس؟ هل النزول للنخبة معناها نهاية المشوار؟ ليس بالضرورة، لكنها فرصة أخيرة، إما يعودوا بأداء قتالي وروح جديدة أو يكونوا خارج حسابات الفريق في فترة الانتقالات القادمة. الجمهور من حقه يسأل: هل اللاعبين فعلا عندهم الموهبة لكن بلا انضباط؟ هل تم استخدامهم فقط من أجل عدد وليس جودة؟ وهل يتحمل الإطار الفني السابق مسؤولية هذا النوع من الانتدابات؟ التأثير على المجموعة والفريق. مثل هذه القرارات تؤثر إيجابيا على باقي اللاعبين، تبعث رسالة لكل المجموعة بأن الانضباط فوق كل اعتبار. حتى لو كنت نجما أو محترفا أجنبي، القميص الأحمر والأصفر ما يتحملش التسيب. وأيضا تعطي ثقة للاعبين الشبان الذين يجتهدون وملتزمين. فرصتكم قادمة، والنخبة اليوم هي بوابة العودة أو الوداع. الختام في الترجي: الأمور تغيرت. اليوم لا مجال للمجاملات، لا مكان للمستهترين. الذي يلبس قميص الترجي لازم يحس بثقله ويحترم جمهوره وتاريخه. ما رأيكم أنتم في قرار النزول؟ هل رودريغيز وساس يستحق فرصة جديدة أو القرار كان صائبا وفي وقته؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بالإعجاب والاشتراك في قناة استوديو الرياضة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم، ونلتقي في فيديو جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.